بعد ما شفنا في نهاية الحلقة اللي فاتت فولتشيك ذبح القنصل وحاول يقتل الكابتن بليس اللي كان رايح يقابل القنصل عشان ياخد منه معلومات عن فولتشيك، وفعلا غرز السكينة في بطنه وكان هيخلص عليه، لكن بتيجي أضواء سيارات الشرطة فبيجري وبيسيب الكابتن بليس. الحلقة دي بتبدأ وهو بيحاول يوصل لعربيته وبيزحف على الأرض، وفعلا بيوصل لعربيته وبيشغل سيرينة إنذار الشرطة وبيفتح المايك وبيبلغ إنه مصاب. وبعدها بنشوف ميتشوم وهو في البيت والصداع هيفرتك دماغه وبيحاول ياخد العلاج اللي اوليفيرز جابتهوله، والتليفون بيرن وبنلاقي حد من اصحابه بيبلغه ان الكابتن بليس اتعرض للطعن في المستشفى. وساعتها بياخد عربيته وهو تعبان ويجري على المستشفى وبيدخل على الاستقبال وبيطلب من الممرضة تدخله يشوف الكابتن بليس، ولما بترفض بيقول لها انه ظابط وبتقول له كل اللي واقفين هناك دول ظباط برضه ومحدش هيخش ولا هيعرف حاجة لانه في العمليات. وبيشوف اصحابه كلهم فعلا واقفين قلقانين ومحدش فيهم عارف حاجه. وساعتها اوليفراس بتقابل دكتور في المستشفى هي كانت تعرفه من زمان وبتطلب منه يطمن على الكابتن بليس ويقول لها هو عامل ايه، وبالفعل بيطمنهم عليه وبيعرفهم ان اللي حصل بالظبط. وميتشوم بيتفاجئ لانه اول مره ما يعرفش يتصرف، وبيقول لهم انه هيطول في العمليات وكده كده مفيش داعي يكونوا موجودين. وساعتها كلهم بيتحركوا على موقع الحادثه وبيتكلموا مع الضباط الموجودين ويعرفوا معلومات عن الواقعة. وساعتها اوليفراس بتقول لهم انها محتاجة تفتش عربية القنصل بما انه كان جاي يقابل الكابتن بليس عشان يديله معلومات، ممكن المعلومات دي تكون لسه في العربية. وميتشوم بيشغل الضباط كلهم وهي بتفتح الباب وتاخد ملف ازرق وتخبيه وبتديهم اشارة انها تمام. وساعتها ميتشوم بيمشي ويسيب الضباط، وساعتها هما بيكونوا مستغربين انه مشي بسرعة. ولما بيوصلوا المكتب بيفتحوا الملف وبيدول شيبارد وبيل اللي بيحاول يفك شفرة المعلومات اللي فيه لأنه مكتوب باللغة البيلاروسية. وبنشوف فايناو بيكلم مراته وبيقول لها تاخد بناته وتسيب المدينة يومين كده وتروح عند أختها وهو هيخلص شغله ويروح لها. ولما بتقول له إن البنات عندهم حفلة ومحضرين لها وهيزعلوا لو ما حضروهاش بيقول لها معلش روحي بس وأنا هفهمك بعدين. ومراته بتقلق جدا لكن بتكون عايزة تسمع كلامه لأن أكيد في سبب مقنع خلاه يقول لها كده. ومن الملف الأزرق اللي موجود معاهم بيعرفوا إن القنصلية كانت بتراقب فولتشيك عن طريق شخص مزور اللي بيعمل له الباسبورتات المزورة والتأشيرات، وبيروحوا يقبضوا عليه وبيحاول يهرب من باب سري بيخش على ممر سري بيظهر لهم إنه طريق مسدود، لكن بيلاقوا دولاب وراه باب سري بيوصلهم لسلم بيطلعوا على السلم وبيكونوا عايزين يقبضوا على المزور، لكن ميتشوم بيجيله صداع قوي وكان هيقع من على السور، لكن فايناو بيلحقه وبيسيبه مع اوليفراس وبيلحق المزور يقبض عليه. وفايناو بيستغرب لكن اوليفراس بتقوله هو ده اللي كنت بقولك عليه، لازم زمايلك يعرفوا بالمرض اللي عندك. وبيرجعوا على الاسم وبيستجوبوا المزور اللي بيكون مجهز لفولتشيك اكتر من باسبور مزور باكتر من اسم وبيضغطوا عليه عشان يعرفوا، لكن بيقول لهم انه ما يعرفش عنه حاجه. وساعتها بتيجي مكالمه من المستشفى ان الكابتن بليس طلع من العمليات، ولما بيروحوا له بيلاقوه بيتعارك مع الدكتور عشان اول ما فاق من العمليه عايز ينزل، وهي بتقول له لازم يستريح عشان يعني لسه طالع من العمليه ومش مقتنع، ده كان لسه طالع من طعنها كانت هتموته. وليفراس بتقول له انت مش هتكون مفيد لينا لو حصل لك حاجه واستريح عشان تقدر تساعدنا. واخيرا بيقتنع وبيستريح شويه. وساعتها اوليفراس بتقابل الدكتور اللي تعرفه اللي بيطلع متخصص في اورام المخ وبتسأله عن حالة ميتشوم بيقول لها خليه يكلمني وانا هدخله برنامج علاج جديد هيساعده. وبنروح لزوجة فايناو وهي في المدرسة رايحة تاخد البنات، والمدرسة بتاعتهم بتقول لها انت ازاي عايز تاخديهم من غير ما يغنوا لانهم اتدربوا على الاغاني دي كتير وهيزعلوا لو مشيوا. وساعتها مرات فايناو بتقتنع وبتقول انه مفيش مشكلة لو حضروا الحفلة ومشيوا. وفايناو بيكلمهم عشان يطمن عليهم لكن واضح ان الاصوات حواليهم عالية ومراته مش سامعة التليفون. واوليفراس بتقول لميتشوم على الدكتور وانه ممكن يساعده وبيرفض العلاج لكنها بتفضل تقنعه. وساعتها شيبارد بتطلب منهم مساعدة في انهم يشوفوا الملفات اللي هي بتدور فيها لان الموضوع صعب جدا عليها والاماكن اللي بنفس الاسم كتيرة جدا. وساعتها ميتشوم بيلاحظ مكتب بنفس الاسم خاص بمؤسسة انتاج سينمائي وبيشاور عليها وبيقول لها ان هو ده اللي بيدوروا عليه. وبالفعل شيبارد بتتأكد وبيتحركوا على المكان لكنهم بيلاقوا مكتب فاضي، والسكرتيرة اللي مسؤولة عن المبنى بتقول لهم ان اللي اشتروا المكان من ساعة ما اخدوه وهم سايبينه فاضي، وبيرجعوا المكتب من غير ما يوصلوا لأي حاجة وبيكونوا مستغربين هو ليه فولتشيك ممكن يشتري مكتب انتاج سينمائي. وساعتها ميتشوم بيقول لهم ان الشاحنات اللي بتكون تبع المكاتب الانتاج السينمائي بتقف في اي مكان في البلد من غير ما حد يعرف يعترض طريقهم، يعني الشاحنات دي دلوقتي لو اتحطت في اي ميدان محدش هيشك فيها.
وليفراس تدي لميتشم كارت الدكتور، وفجأة بيلاقوا الكابتن بليز داخل عليهم بيقول لهم عرفوني وصلتوا ليه. ميتشم بيقول له انت بتعمل ايه هنا؟ قال له لو كلمت في الموضوع ده تاني هطردك بره الفريق. وفي الوقت ده شيبارد بتقول لهم انها عندها معلومات ان في شاحنتين تابعين لمكتب بتاع فولتشيك هيقفوا النهارده في ميدان مليان ناس وبيتحركوا بسرعة، وفايناو بيكتشف ان الميدان ده جنب مكان الحفلة اللي فيها مراته وبناته، وبيحاول يتصل بيها لكن مش بترد. وبنشوف فولتشيك والراجل بتاعه وكل واحد بينزل من العربية اللي راكبها وبيدخلوا الصندوق اللي ورا، وبيكون فيه قنبلة كبيرة وكل واحد بيفعل القنبلة، وبيسأل صاحبه بيقول له تمام فعلتها؟ بيقول له أيوة. فولتشيك قال له أنا وأنت بلادنا ظلمتنا وأمريكا ظلمتنا، والنهاردة هناخد حقنا، أمريكا هتنفجر واللوم كله هيكون على دولة بيلاروسيا. وهنا بتظهر خطة فولتشيك إن دي مش عملية إرهابية، دي عملية انتحارية، يعني فولتشيك وصاحبه هيموتوا نفسهم في سبيل تفجير القنابل دي، لأنها لو انفجرت مش هيكونوا هربوا بعيد عن محيط الانفجار. والفريق بيوصل وبيدوروا على العربية وبيلاقوا الشاحنتين اللي فيهم القنابل ومفعلين بجهاز ممكن يتفجر عن بعد وممكن يتفجر بمؤقت. وشيبارد وبيل بيفكروا ازاي يوقفوا المفجر لأن قوته من بعيد، وبيفكروا يفصلوا جهاز الاستقبال، وفعلا بينجحوا في كده. وبيتقابل فولتشيك وميتشوم وجها لوجه، وفولتشيك بيطلع تليفونه وبيدوس على زر التفجير. والحلقة التاسعة بتخلص على المشهد ده، وعايزين نعرف ايه اللي هيحصل للقنابل، هل فعلا هتنفجر ولا لأ؟ ده اللي هنشوف في الحلقة العاشرة من مسلسل العد التنازلي. تابعوني واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم ملخصات حصرية لجميع مسلسلات الأكشن اللي بتحبوها، ودوسوا لايك وشير عشان الفيديو